كل سنة وانت طيبة يا حماتي، رمضان كريم. بص بقى، انما عامل لك صينية اكل، انما ايه رأيك؟ بقول لك يا علي، اطلب لي اوردر من بره. ليه يابا؟ انت عارف انا بقرف من مراتك ومن اكلها. بتعرفي مني بس ليه؟ ده انا عامل لك الاكل بكل حب. معلش، ما انت عارف ما بحبش اكل من ايديها. يا حماتي والله العظيم ده انا غاسلة ايديا ونضيفة. دوقي بس والله العظيم هيعجبك. انا يا ستي من زمان بقرف منك، ما بحبش اكل حاجه انت مد ايدك فيها. ولا انت ايه رايك يا علي؟ ما انت عارف مزاجي. ولا اقوم؟ يابا ايه اللي بتقولي ده يابا؟ ايه يابا، ده مراتي فرحانه ومبسوطه ان انت جيتي وقعدت تعمل فيها كده والله طول الليل. طب خلاص يا علي، طب لو انت نفسك في اكل تاني قولي وانا هعملهولك. لا، ما انا بقول مش كانت نفسي في اكل تاني، انا ما بحبش حاجه ايدك اتحطت فيها. الله، ده انا عامل لك الكفتة اللي انت بتحبيها. يابا والله العظيم اكله نضيف. طب دوقي الكفته كده طيب. لا لا، لو سمحت اطلبي الاكل من بره ولا اقوم؟ حاضر يابا، حاضر. اللي انت عايزاه. شكرا. ما دام ده هيريحك. طيب عن اذنكم، انا مش هفطر. ليه كده يابا؟ ليه كده؟ ده احنا اول يوم رمضان بتعملي ليه كده؟ ده حتى الاكل لو مش حلو اعمل نفسك ان انت مش قادره، مش لازم تقولي الكلمتين في وشها كده يابا. يعني اللقمه تتبلع ازاي وانا بقولك ما بحبش حاجه من ايديها؟ ابلعها ازاي يعني؟ قسما بالله مراتي نظيفه واكلها نضيف. بقول لك تبدو الفراخ كده دوقيها. نظافتها لنفسها يا حبيبي، بالهنا والشفا ليك. كل انت وهي الصينيه دي، انا هات لي اكل من بره. انت عارف انا انفه في اكلي. خلاص يابا، لو كان ده يريحك انا هطلب لك اكل من بره، بس كل اللي زعلني ما كنتش تقولي كده في وشها. دي بنت ناس برضو، انت احرجتيها يابا، انت حطها في موقف ما ينفعش. انت اللي حطيتها في الموقف ده، وانت عارف قلت لك قبل كده بحبش اكل من ايديها يا بابا. الله، غصب عني. بطل صوتك يابا بقى، خلاص في ايه؟ وما بشوفهمش وما بيسرقوا، شافوهم ما بيتحاسبوا. طيب اطلب لي اوردر لو سمحت. حاضر يابا، هطلب لك اوردر. ايه ده انت بتعيطي ليه؟ ابدا، بس افتكرت حاجه ضايقتني. حاجة ايه؟ انت ما فطرتش ليه يا حبيبي؟ افطر ازاي من غيرك؟ احنا طول عمرنا ما بناكلش الا مع بعض. انا اسف في اللي امي قالته او اللي امي عملته. انا عارف ان هي حطيتك في موقف محرج وكل حاجه، بس يا قلبي ما تزعليش. هي بتيجي يوم واحد ولا يومين في رمضان وبعد كده بتمشي. امسحها في انا. بجد انا عارف ان انت زعلانه على تعبك وعلى وقفتك في المطبخ من امبارح بالليل لحد النهارده. انا مقدر ده، اقسم بالله مقدره وعارف. بس انا ما دام انا مبسوط منك ما يهمكيش حد تاني. انت عارف امي طول عمرها بتقول اللي على لسانها، ما بتتحركش. تمام؟ علي انا مش زعلانه من امك، وبعدين هي لها حق برضه. هي صايمه طول النهار، من حقها تاكل اللي هي عايزاه. انا والله العظيم كان نفسي فعلا ان هي تدوق من اكلي حتى ولو مره بس واحده في حياتها. المشكله ان انت اكلك انا مش عايز اقول لك كله بيشكر فيه. انا عارف امي قالت كده ليه وانت عارفه كويس قالت كده ليه، بس انا مش هعاتبها قدامك ولا قدام اي حد. انا ليا تصرف تاني. انا لما اتكلم بقى مع اخويا واشوف حل في اللي حصل ده ساعتها بقى يبقى في حل. ماشي خلاص. وبعدين انت ما بتعيطي ليه؟ ولا حاجه خلاص. طب ما تعيطيش بالله عليكي، احنا النهارده اول يوم رمضان والناس بتبقى مبسوطه وفرحانه ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. انت طيبه يا حبيبتي، بالله عليكي خلاص بقى ما تعيطيش. اللي حصل اعتبريه هي ام حتى تطلب لها اكل وانا وانت نقعد نفطر كده ونظبط الدنيا. امين؟ امين يا علي. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع وابقى تعالي ورايا. ماشي. عايزهم بس الاول. اسمعي يا امه، انا عارف كويس انت عملت كده ليه وانت فاهماني وانا فاهمك. انت ما بتحبيش مراتي. من يوم ما جيت اخطبها قلت دي لا، قلت لك اما انا بحبها وعايزها. بقول لك بنت خالتك قلت لك لا مش هاخد بنت خالتي، انا بحب دي وعايزها. صممتي. انا عارف كل ده ان انت عايزه تخربي على مراتي، بس اقول لك على حاجه، انا مراتي بحبها وبحب اكلها وبحب كل حاجه حتى من ناحيتها، حتى اهلها بحبهم. مش معنى كده ان انا بكره حد، لا، انت عندي اغلى من اي حد، بس المفروض انت تحبي لي الخير. المفروض تشوفيني مبسوط تبقى مبسوطه، مش تنكد عليا في اول يوم رمضان زي ده. ليه كده يا امي؟ جايه عندي اول يوم تنكد عليا وعلى مراتي؟ ذنبها ايه اللي قاعده جوه الغيبانه دي اللي عماله تعيط؟ انت متخيله لما تكوني طول الليل سهرانه عماله تعملي في اكل وفرحانه عشان حماتك جايه بكره وفي الاخر يبقى ده رد فعلك؟ بقول لك ايه يا حبيبي، دخلت جوه واديتك كلمتين. اولا الموضوع بنت خالتك مش في دماغي خالص، خلاص وقعت الفاس في الراس وانت اتجوزت اللي انت عايزها وبتحبها. خلاص، بس زي ما انت اتجوزت اللي انت بتحبها، انا متخلينيش تغصبني على حاجه انا مش عايزاها.
انت بتعمل اللي انت عايزه وانا بعمل اللي انا عايزاه. في حد ياكل لقمه مش على نفسه؟ يا يما الكلام ده لو الاكل وحش، لما يبقى الاكل حلو وانت تعملي كده، انت عارفه انت بتعملي كده ليه كويس. بس عادي براحتك يا يما. بقول لك ايه، لك الاوردر واحنا انا ومراتي هنفطر بالفطار ده. ما انا بقول لك يا حبيبي من الاول افطروا بيه الف انا وشفا. ماشي يا يما. ماشي يا بابا. حاجه غريبه قوي، يختار اللي هو عايزه وانا ما اختارش اللي انا عايزاه. ما حدش بياكل حاجه مش على نفسه. ايوه الله، هو في ايه في ايه الحرب قامت؟ ايوه الحرب قامت. ايه في ايه يا ابني؟ عايز افهم ايه اللي انت عملتيه ده. إيه اللي انا عملته؟ حرام عليك اللي عملتيه مع مرات اخويا ياما. دي بنت غلبانه ومحترمه وبتحبك وشايلاك فوق دماغها، واخويا بيقول لي سهرانه الليل كله تعمل في الاكل علشان خاطر امك. هو لحق اخوك يشكيلك؟ شكالي علشان صعبان عليه، علشان ما ينفعش الام تهين مرات ابنها كده. انا ما هنتهاش، اهانتك ليها. قلت لها ما بحبش الاكل اللي بتعمله. الله، اهانتك ليها ياما. انت ممكن تاكل حاجه انت قرفان منها؟ ياما لو انت الاكل كنت قرفانه منه كنت عملت نفسك ان انت بتاكلي يا شيخه وقلت الحمد لله شبعت. كنت شرقت وقلت يمكن حد جايب سيرتي. ازاي ده انا صايمه وجعانه؟ الواحد فينا بيصدق الاذان يدن عشان ياكل. طيب اديك صايمه وجعانه. يعني انت مسلمه، يعني مستنيه بقى يعني عارفه جبران الخواطر. عارفه جبران الخواطر ده انت تجبري في خاطرها في يوم زي ده، يعني اجره عند ربنا عظيم. يا عبدو بصراحه انا عشان مش قابلها اصلا. قولي بقى كده يا امي. قولي كده، قولي اللي احنا عارفينه وانت عارفاه واحنا عارفين ان انت عارفاه. انما بقى ما تلفيش وتدوري. لا بلف وادور، اديني قلت لك. ونظيفه واكلها بسم الله ما شاء الله عليه. التخين يتمنى ان هو ياكل من عندها. هي محترمه ونظيفه ومريحه اخوك كمان. بالظبط. يبقى انت اللي بس انا تروحي في يوم زي ده يا امه في بدايه شهر كريم تنكدي عليهم وتخلوهم بيتهم متنكد كده ليه يا امه؟ ليه؟ انت تقبلها على نفسك؟ حماتك تيجي تقول لك اصل انت اكلك وحش واطلبوا لي اكل من بره؟ لا طبعا. طيب تخيلي تبقى تعبانه الليل كله والنهار كله في اكل وانتوا صايمه وتعبانه وفي الاخر حماتك تيجي تقول لك كده، انت هيكون رد فعلك عامل ازاي؟ مش هتحس بانكسار كده من جواكي؟ طبعا. وبصراحه انا كان المفروض اسلم بالامر الواقع بقى وان ده نصيب. بالظبط. بس انت يا ماما ما عملتيش كده، انت ظلمت يا ماما. فرجعي بقى لربنا، ارجعي لربنا واستغفريه. بقول لك ايه، انا غير ان انا استغفر ربنا بالظبط اللي في دماغك صح. تروحي تكبري بخاطرها وتصالحيها. رجوع للحق فضيله. مظبوط يا ماما، ودي حاجه ما تقلش منك، بالعكس دي حاجه تعليكي في نظرها وفي نظر ابنك. حاضر يا حبيبي، انا هعمل اللي انت قلت عليه. ماشي يا ماما. ماشي حاضر. انا هستأذنك انا دلوقتي وما تتأخرش عليهم. ماشي يا حبيبي. لا انا هروح لها دلوقتي. ماشي بعد اذنك. ماشي يا حبيبي، بألف سلامة. يبقى تعالي مفطر معايا. حاضر. لا انا فعلا بصراحة زودتها قوي. ده لو حد يعمل كده مع بنتي يا نهار اسود، يعني يكسر بخاطرها وهي عاملة احسن ما عندها. طب ليه؟ وبعدين الجواز اسمه نصيب. انا دلوقتي هروح على طول عشان اطيب خاطرها. ايه ده؟ بيخبط. افتحي كده. حماتي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ تعالي. الحمد لله. ازيك يا عادل؟ انت جايه منين كده؟ ازيك يا مريم؟ تعالي خش. انا جايه من البيت يا ابني. لا والله. بقول لك ايه، انا المره دي بقى جايه مش عشانك، هي عشان شمس، مش علشانك انت، عشان اصالحها، عشان انا زعلتها قوي المره اللي فاتت وده ما كانش صح بصراحه. لا يا حماتي ما تقوليش كده، انت ما عملتيش حاجه، وبعدين طبعا من حقك انك تاكلي اللي انت عايزاه. ممكن يكون الاكل اللي انا طبخته يعني ما عجبكيش وكده، فعادي مفيش اي حاجه. بالعكس، مين قالك ان الاكل اللي انت عملتيه ما كانش ده كفايه شكله كده وترتيبه، العين تاكل قبل الفم ما ياكل. يعني انت ياما جايه عشان تقولي لها خلاص؟ جايه عشان اقول لك ما تزعليش مني. يعني وانت بصراحه اكلك حلو دايما. انا برضو قلت كده، انا مش قلت لك الكلام ده، انا عارف هو بس كانت متضايقه شويه واليوم عدى. وانا كمان زعلت برضو ان انا يعني مشيت وسايبك زعلانه. يعني هتفطري معانا النهارده؟ طبعا. طب انا بقى هعمل لها احلى اكل. وهنقعد بقى نقول بقى لا انا بتقرف مش هينفع اكل. لا بقول يا دي المصيبه. ايه انت هتخبط الدنيا ليه؟ اذا كان انا جايه بصلح الدنيا وبقول لها معلش جايه اصلحك ترجع تقول الكلام ده؟ ايه؟ جنة من بيتنا يا اخويا. لا والله. جايه ماشيه بقى ولا جايه راكبه؟
ماشي. وانا في حيله مش بس كنت تعالي يا بنت عشان اسند عليكي. انت يا جميل يا اخويا ربنا يخليكوا ليا. دي بنتي مش امي. حبيبي يا لسه علي. صغيره ازاي وهتفكر يا حبيبي تكبر منها. حبيبي يا علي. بس بقى ما تشيلش نفوس يا ولد. يلا يا باشا، يلا يلا.